احنا عندنا اول مسألة تخص الجزئية دي، هي مسألة رقم 7، ومسألة رقم 7 في فكرة زيها في المسائل اللي احنا هنحلها قدام، فديت مش هنحلها، يعني يعتبر هي اسهل كمان من المسائل اللي احنا هنحلها قدام. و8 احنا يعتبر قلنا زي 9 المرة اللي فاتت، فالاتنين دول خلاص. و10 برضو مسألة ثيرموداينامكس انا نسيت اقول لكم عليها المرة اللي فاتت، فديت برضو بالنسبة لنا مسألة ثيرموداينامكس بسيطة برضو هتتحل معاكم بسهولة. فاحنا بالنسبة لنا اول مسألة بالنسبة لنا هي رقم 11. طيب رقم 11 خلينا نقراها كده واحده واحده. اول حاجه بيقول ان هو عندنا اير فلوز، فانا كده عندي الفلويد بتاعي هو هواء، والهواء دوت بيمشي بشكل ايه؟ بشكل ستيدي. دي اول معلومه عندي كده، ان انا كده عندي ستيدي فلو بين تو كروس سكشن ان ا لونج ستريت بورشن. يبقى انا كده عندي لونج ستريت بورشن اوف 4 انش، يعني يعتبر عندي بايب، البايب دي ستريت والديامتر بتاعها 4 انش، وقال لي ان الجزء بتاع البورشن دوت بيمشي انا هدرس فيه الهواء بتاعي بين ايه؟ بين تو كروس سكشن اريا، يعني كانه هو بالظبط بيقول لي ان الاريا بتاعتي ثابته عند سكشن 1 وسكشن 2. فكأن انا عندي كده بايب، والبايب ديت ممكن تكون مثلا كبيره هنا كده، وتكون مثلا صغيره هنا، بس هو قال لي في التو بورشن اللي موجودين عندي دوت عند 1 و2 ان هما الاثنين الدايمتر بتاعهم عباره عن كام؟ عباره عن 4 انش. فبالنسبه لنا، انا بالنسبه لي كأن الكنترول فوليوم اللي انا هدرسه هو بالنسبه لي الجزء الصغير ده عند 1 و2. طبعا هو قال ان دوت بالنسبه لنا steady flow. بعد كده بيقول both temperature and pressure are considered to be uniformly distributed at each cross section of the pipe. يعني عند كل cross section of the pipe بيكون عندي اللي هو كل cross section of the pipe اللي هو 1 و2 اللي احنا عملناه ده، او اي حتى cross section موجود عندي بينهم، بيكون البريشر والتمبريتشر الاتنين يعتبر نفس القيمة عند كل cross section. فده معناه ايه؟ معناه كأنه هو بيقول لي ان البي والتمبريتشر كونستانت بين التو سيكشنز اللي موجودين دول. طيب لما يكون البريشر والتمبريتشر كونستانت ده هينتج عنه ايه؟ انا دلوقتي عندي البريشر والتمبريتشر ثابتين، انت هتطبق عادي القانون بتاع اللي هو البيرفكت جاز عادي خالص، اللي هو الرو بتساوي البي على الار تي. طب ده بالنسبه لك هوا، ودوت ثابت اصلا الار، فهو قال لك ان البي كونستانت والتي كونستانت، فكانه بالظبط بيقول لك ان الرو بتاعتي ايه؟ كونستانت. يعني هو بدل ما يقول لك ان الفلو انكمبرسبل فلو، قالها لك في السطر الكبير دوت بس عشان يصعبها شويه. فكده بالظبط كانه هو بيقول لي ان الفلو بتاعي انكمبرسبل. بعد كده بيقول الافريج اير فيلوسيتي، السرعه المتوسطه بتاعتي اللي انا قستها عند التو ديفرنت سيكشن، يعني السرعه المتوسطه عند السيكشن الاولاني والسرعه المتوسطه عند السيكشن الثاني. يعني هو بيجيب لك السرعه بشكل عام، لان طبعا السرعه مثلا في الجزء ده ممكن تكون، يعني مثلا ممكن يكون الشكل بتاع البايب مثلا تكون السرعه بالمنظر ده، فانا على الجدران بتاعه البايب انا المفروض السرعه عندي هنا بكام؟ تقريبا بصفر، وفي النص مثلا هي بالنسبه لي في ماكسيموم. فهو لا، هو اداك القيمه بتاعه السرعه كافريج عشان ايه؟ نخلص من الموضوع دوت. فهو اداك الفي 1 يعتبر ب 70 متر في الثانيه، واداك كمان الفي 2 ب 300 متر في الثانيه. بعد كده بيقول assuming uniform velocity distribution at both sections، عايز يعرف الفريكشنال فورس اللي هي موجودة exert by the pipe wall on the airflow between section 1 و section 2. احنا مثلا مسألة زي دي يا شباب هو طالب فيها friction force، فانت اول حاجة تيجي في دماغك هنطبق القانون الثاني لنيوتن او law of conservation of momentum. طيب احنا هنطبق عادي القانون اللي هو الثاني للمومنتوم. فهيبقى عندي كده summation الاف اللي هو summation الفورس، وهو في الغالب بيسميها summation الاف external او الاكسترنال فورسز، تبقى عباره عن partial by partial t للكنترول فوليوم للرو في الفي للدي في بلس كنترول سيرفيس للرو في الفي للفي في الان للدي اي. طب هو نستفيد بقى باللي هو قالوا لنا في اول المساله، هو قال لي ان الفلو بتاعي steady، فبالتالي البرانش بتاع الكنترول فوليوم ده كله بصفر. وقال لي كمان ان هو بين التو سيكشن اريا دولت انا عندي كونستانت اريا، فبالنسبه لنا هي الايه؟ الاريا بتاعتي هي يعتبر ايه؟ ثابته في الجزئيه دي. فلما الاريا ثابته فانا هكملها على طول. ادام الاريا ثابته يعني هي ما بتعتمدش على اي حاجه من البرانشز الموجوده عندي هنا، فانا ممكن اطلعهم كلهم واكامل الكنترول سيرفيس بالنسبه للدي اي، فهيطلع بالنسبه لي الاريا بتاعت مين؟ بتاعت البايب الصغيره اللي موجوده هنا دي. فديت كده اول حاجه احنا عرفناها. في التكامل احنا ممكن كده نقول الرو في الفي دوت الان
للاريا على طول كلها مره واحده. فاضل بس ان احنا نفك البرانش دوت، واحنا يعتبر عندنا ايه، عندنا انلت واحد واوتلت واحد. فاحنا زي ما قلنا كده، ادي الانلت هتكون الان بتاعتي كده، والفي واحد بالمنظر ده، وهنا الفي 2 والان في نفس الاتجاه. فهنا دي كوزاين 0 بواحد، وهنا كوزاين كام 180 بسالب واحد. فهتبقى في الاخر خالص عباره عن الرو في الفي 1 سكوير بس بالماينس، تمام، بلس الرو في الفي 2 سكوير برضو هنا ايه بالبلس عادي في الاريا. طيب احنا قلنا في سكوير ليه؟ عشان انا عندي فيلوسيتي بره هنا، فلما اجي افك ديت بالنسبه لي في الانلت هتبقى دي في واحد، وفي الاوتلت هتبقى ديت بالنسبه لنا في 2. فلما اجي اضرب الفي في الفي هيديني بايه؟ في سكوير سواء هنا او هنا. طيب هو برضو يعتبر من الداتا اللي موجوده عندي هنا لما قال ان البي والتي كونستانت، فانا استنتجت ان الرو بتاعتي كونستانت هي كمان. فانا ممكن اخرج الرو بره القوس اللي موجود هنا دوت، فهيتبقى لي في الاخر خالص ان سمشن الاف اكسترنال عباره عن الرو في الاي في الفي 2 سكوير ماينس الفي 1 سكوير. ده كده بالنسبه لي المعادله بتاعت. طيب لو احنا بصينا على الاف اكسترنال، انا بالنسبه لي البايب دي هي يعتبر ماشيه كلونج ستريت بورشن، تمام. فانت بالنسبه لك هي ماشيه بشكل هوريزونتال، فانت لما تيجي تشوف البادي فورس مفيش اي بادي فورس بالنسبه لك هتاثر عليها طول ما احنا ماشيين في الايه في الكنترول فوليوم دوت. طيب لو بجينا بصينا على البريشر فورس، فانت هتلاقي ان البريشر بالنسبه لك هو كونستانت، فالبي 1 هو ايكوال البي 2، فالدلتا بي بتاعتك هتكون بكام؟ بزيرو. فكأن انت برضو ما عندكش ايه، ما عندكش بريشر فورس. فكده انت ما عندكش بريشر فورس ولا عندك بادي فورس، فكل اللي موجود عندك ايه؟ هو الفريكشن فورس. فسمشن الاف اكسترنال دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن الاف فريكشن. فالاف فريكشن هنا هنقدر ان احنا نطلعها ايه على طول هنا. بس انا عندي بقى كومنت صغير على المساله دي، تمام، ودوت السبب اللي انا قلت لكم انا عايز اتاكد من حاجه. الكومنت الصغير في ان الاصح ان ادام انا عندي سمشن الفورس كلها يعتبر هي الفريكشن فورس، فمش منطقي ان السرعه الثانيه تكون اكبر من السرعه الاولانيه، تمام. يعني ايه؟ يعني انا عندي البايب بالمنظر ده، وسي مثلا عندي بايب بتمشي مثلا من اسوان لحد القاهره، او من اسوان للاقصر، يعني خليها مدينه ايه اللي هو ايه بينهم مدينه بس. فانت المفروض بيكون عندك محطه ميه، فمحطه الميه بيكون فيها بامب، فالبامب ديت المفروض بتديك هيد، يعني هتديك دلتا بي عشان تبدا انها تديك ايه، تديك بعد كده كاينيتيك انرجي. فانا افترضت خلاص ان انا بعد مده كبيره من البامب فتاثير البريشر دوت راح، اللي هو يعتبر زي المساله كده، وكل اللي اتفضل عندي هو جزء الكاينيتيك انرجي اللي موجود عندي هنا، اللي هي كانها المفروض تبقى 300 متر على الثانيه، تمام. ولقيت ان ال 300 متر على الثانيه ديت عند بورشن تاني او عند مسافه تانيه، مسافه طويله، حتى هو قال لك انا عندي لونج بورشن، تمام. بعد مسافه طويله لقيت ان ال 300 دولت بقوا كام؟ بقوا 70 متر. فايه اللي حصل؟ منطقي جدا نتيجه الفريكشن فورس اللي موجوده عندي مع الجزء بتاع الوول دوت، ان الايه، ان السرعه بتاعتي تقل، تمام. واللي يثبت الاصحيه بتاعه يعني صحه المساله بتاع الجزء او الكومنت اللي احنا بنقوله، اللي يثبت الجزء دوت ايه، ان انت عندك اتجاه الفلو كده، فاتجاه الفلو دوت هو الاتجاه البوزيتيف بتاعك. فانت بالنسبه لك الفريكشن فورس دايما بتكون في عكس اتجاه الحركه، يعني دوت بالنسبه لك هو اتجاه نيجاتيف. فانت لما تيجي تعوض عن فريكشن فورس المفروض تقول ماينس الفورس او الفريكشن او ماينس الفريكشن فورس. فبالتالي لما تيجي تلاقي ان الفي 2 اللي هي كانها 70 بقى وديت كانها 300، هيطلع بالنسبه لك كل دوت بالايه؟ بالماينس. فالماينس اكيد هيطير مع الماينس، فهيديك على طول الماجنتيود بتاع مين؟ الفريكشن فورس. فدوت المفروض الاصح يعني. فما اظنش يعني ان هو ايه ممكن يجيب المساله دي بسبب الجزء ده. بس انتوا كده يعتبر عرفتوا الغلط بتاعها وعرفتوا الصح بتاعها. فهو الغلط والصح بتاعها في اشاره، تمام. يعني انا كل الشرح اللي انا بشرحه لكم دوت عشان بس الجزء بتاع الاشاره، عشان الصح بتاعنا ان احنا نحط الايه، الاشاره كده. في حد عنده سؤال في المساله دي؟ طيب المساله رقم 12 احنا حليناها مع بعض المره اللي فاتت. رقم 13 هي مساله يعتبر انا واثق ان انتوا حليتوها في الفلود قبل كده، وخصوصا اللي هو المطلوب الاول والثاني، اللي هو عايز يجيب العلاقه بين اليو واليو ماكسيمم، اللي هي بالنسبه لنا اليو ماكسيمم اللي هي موجوده هنا، اللي هي في منتصف البايب، تمام. واليو اللي يقصد بيها ديت يقصد بيها اللي هو الافريج فيلوسيتي، اللي هي دي بالنسبه لنا. فاليو ديت بالنسبه لنا هي اليونيفورم فيلوسيتي او الافريج فيلوسيتي يعتبر. عايز يجيب علاقه بين اليو ديت واليو دي، وبعد كده عايز يجيب الافريج فيلوسيتي اللي موجوده عند السكشن الثاني مع اليو ماكسيمم. فبالمنطق برضو يعني انا هسيبكم تحلوها يعني في البيت، او ممكن اطلبها اساينمنت منكم. فالمنطق برضو ان هو بالنسبه لنا الافريج فيلوسيتي هنا اللي هي عند 2 هتبقى هي بالظبط الايه،
اليونيفورم فيلوسيتي اللي موجوده عندي ايه هنا. فهتبقى العلاقه اللي بتربط بين اليو واليو ماكسيمم هي نفس الايه العلاقه اللي بتربط بين يو 2 واليو ماكسيمم. اخر حاجه بقى ان هو عايز يجيب الاكسبريشن بيعبر عن البريشر دروب. احنا يعتبر هنحل المطلوب الثالث بس مع بعض، او هديكم الفكره بتاعته عشان ايه لو طلبت منكم المساله كلها. عايز يجيب البريشر دروب بين نقطه واحد، بين سيكشن واحد وبين سيكشن 2. وقال لي خد في اعتبارك كمان الفريكشن ايه الفريكشن فورس. هو عايز لو خدتوا بالكم هو طالب ديفلوب ان اكسبريشن، يعني عايز يجيب اكسبريشن. فهو مش طالب منك ارقام ولا اي حاجه، هو عايزك تجيبها في صوره معادله بتعبر عن البريشر ديفرنس اللي موجود عندنا. طبعا هو في وانت بتقرا المساله كده هو بيوضح لك بس ايه كل حاجه موجوده في المساله ديت. الار كابيتال عباره عن ايه، الار سمول عباره عن ايه، كل حاجه موجوده من الجزئيه دي. فاحنا بالنسبه لنا هو عايز يجيب اكسبريشن الفلويد بريشر دروب، وهناخد في اعتبارنا الفريكشن فورس، وهناخد كمان في اعتبارنا البادي فورس او الجرافيتيشنال فورس. ليه؟ لان هي بالنسبه لنا البايب بالنسبه لنا في وضع فيرتيكال. انا دلوقتي في المساله دي هطبق القانون بتاع المومنتم او اللو اوف كونزرفيشن اوف مومنتم، وهسمي في الاول ان هي سمشن الفورس وخلاص، وبعد كده ابقى افك الفورس دي في الاخر واجيب بعد كده في صوره البريشر دروب. فانا بالنسبه لي سمشن الفورس هنا هو قال لك في الاول خالص عشان دولت بس هيفرقوا معانا قوي في الايه في المساله. قال لك ان هي انكمبريسبل فالرو بتاعتي كونستانت، وقال لك ان هو لامينر يعني الفلو بتاعي يعتبر ستيدي. فدوت بالنسبه لي المعلومتين اللي انا عايز اخدهم من المساله دي. فهو ده مستدي، فالجزء اللي احنا هنكتبه دلوقتي بتاع الكنترول فوليوم هيكون بكام؟ بزيرو. فده كده بالنسبه لنا بزيرو. الرو دي بكونستانت فهطلعها بره التكامل، تمام. وهبدا ان انا احسب بقى الجزء بتاع اللي هو رقم 1 ورقم 2 اللي هو سيكشن 1 وسيكشن 2. فانا عندي سمشن الفورس زي ما هي مش هفكها دلوقتي، هيتبقى لي عندي هنا الرو بره. هفتح قوس كده وهبدا ان انا اشوف الجزء اللي عندنا. انا عندي هنا هفك التكامل، هيبقى تكامل للانلت وتكامل للاوتلت. في الانلت هيبقى عندي ماينس الفي 1 سكوير للدي اي، وهنا هيبقى بلس كنترول سيرفيس للفي 2 سكوير في الدي اي. مظبوط كده؟ ده كده بالنسبه لنا كانلت واوتلت. طيب هو بالنسبه لي الانلت او السكشن 1 هو الفيلوسيتي بتاعتي هي كلها يونيفورم وقيمتها بايه؟ بيو. فكده قيمه السرعه ثابته مع تغير مين؟ مع تغير الكروس سيكشن اريا او المقطع بتاع المساحه اللي احنا هنحسب عليه. فبالتالي كل دوت بالنسبه لي هيكون ايه؟ ثابت. فلما اجي اكمل الدي اي هيبقى بالنسبه لي اريا على طول. تبقى بالنسبه لنا القانون دوت عباره عن الرو بره اهو، وهنا هيبقى كانها ماينس الفي 1 سكوير في الاريا كلها اللي موجوده عندي. طيب بعد كده بلس التكامل بقى اللي موجود هنا الفي 2. المفروض برضو دي تكون موجوده في عندك في المساله كداتا. الفي 2 اصلا المفروض ان هي بتساوي اليو ماكسيمم في 1 ماينس الار على الار تربيع. ديت المفروض مش مطلوب منك تثبتها، المفروض كان يديها لك على طول عشان اصلا هتستخدمها في اول مطلوب وتاني مطلوب، تمام. وكذلك ثالث مطلوب. فانت معاك الفي 2 هي عباره عن مين؟ عباره عن الفي ماكسيمم اللي هي موجوده، اليو ماكسيمم اللي هي موجوده عندي هنا فوق. وانا بجيب اليو 2 عند ايه؟ عند اي كروس سيكشن اريا، لان عند اي كروس سيكشن اريا زي ما احنا بنعمل كده قيمه الدلتا الدي اي بتتغير. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد مقطع صغير من المساحه، والمقطع الصغير دوت نص قطره ار، فبالتالي الدي اي بتاعتي هي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باي ار للدي ار لما اجي احسب الدي اي. فانا ممكن افك الدي اي هتبقى بالمنظر ده، وانا عارف من شكل الرسمه بتاعتي ومن شكل البروفايل او الفيلوسيتي بروفايل بتاعي ان مع تغير الار هنا كل ما ازود الار كل ما ايه؟ كل ما قلت السرعه. يعني يعتبر الفيلوسيتي بتتناسب عكسيا مع مين؟ مع الار. فاحنا فاهمين العلاقه بين الار والفي، فاحنا هنكمل بناء على الجزئيه دي. بدليل ايه؟ بدليل ان الفيلوسيتي بتاعتي هي القيمه دي. فانا هحط الفيلوسيتي بالقيمه دي، وهحط الدي اي بال2 باي ار للدي ار. هيبقى عندي التكامل زي ما هو هنا لليو ماكسيمم، وهنا 1 وهنا ار على الار تربيع. وما ننساش ان دوت كله تربيع، فانا هنا بالنسبه لي هتبقى يو تربيع والقوس ده كله تربيع، والدي اي بالنسبه لنا هتبقى 2 باي ار للدي ار. طيب الحاجات الثابته اللي انا ممكن اطلعها بره التكامل هي اكيد الماكسيمم فيلوسيتي اللي موجوده عندي هنا، وكمان ال 2 باي هطلعهم برضو بره التكامل. وهفك القوس بقى ده وهضرب بعد كده في الار. فخلينا نفك القوس الاول، يعني خليني بقى اخد البرانش ده كده لوحده الاول بدل ما كل شويه اكتب بقى المعادله دي كلها. فانا بالنسبه لي هاخد البرانش دوت كده وابدا افكه كده مع نفسي شويه. فانا ممكن اقول يو ماكسيمم تربيع مضروب في 2 باي، كل ده بره التكامل،
ولما اجي اكمل بقى هفك القوس اللي موجود عندي هنا. لما اجي افك ده هيبقى بالنسبه لنا هتطلع في الاخر انها كانها 1 ناقص، وهنا كانها ار اس 4 على ار اس 4. هبدا ادخل بقى الار ديت جوه القوس، هيبقى في الاخر كانها ار ناقص 2 ار تكعيب على ار تربيع زائد ار اس 5 على ار اس 4. وعندي هنا يو ماكسيمم في 2 باي، وهنا التكامل بتاع الكنترول سيرفيس، وهنا هيبقى الدي ار. هنكمل بقى عادي الجزئيه دي. فلما اجي اكمل هيبقى هنا ار سكوير على 2، هنا ماينس 2 ار اس 4 على 4 ار تربيع، وهنا ار اس 6 على ار اس 4. والتكامل ده بتاعي المفروض منين كام لكام؟ المفروض من صفر لحد ار كابيتال. فكل ده بالنسبه لنا كانه من صفر لار كابيتال. المفروض ان كل ده مضروب في 2 باي في يو ماكسيمم، يو ماكسيمم تربيع. هنيجي نعوض بقى في الار كابيتال في الجزئيه دي، فهنلاقي ان دوت عباره عن ار سكوير على 2، وهنا 2 مع الاربعه تبقى 2 برضو، وبعد كده هتبقى دي ار كابيتال سكوير برضو على 2 بس بالماينس، وهنا ار ديت المفروض على 6. لما اجي اكمل هتبقى هنا كانها ار اس 6 او ار تربيع بقى بعد ما افك اس 4 مع 6، فهتبقى ار تربيع على 6. طيب ده كده هيروح مع ده، فكل اللي هيتبقى لنا ار تربيع على ال6 مضروبه في الجزء دوت. فلما اجي اضربها في الجزء دوت كانها باي على 3 في اليو ماكسيمم تربيع في الار تربيع. الباي في الار تربيع ديت اللي هي يعتبر مين؟ يعتبر الاريا نفسها. فانا ممكن اقول ان كل دوت عباره عن 1 على 3 لليو ماكسيمم تربيع في الاريا. يعني كل التكامل وده عشان نطلع في الاخر الجزئيه دي. هنرجع بقى للمعادله الرئيسيه بتاعتنا. طيب احنا في المعادله الرئيسيه كان عندنا ايه؟ عندنا v1 سكوير، والv1 سكوير ديت هي بالنسبه لي هي مين؟ هي اليو. يعني ديت ممكن اشيلها كده احط مكانها اليو. طيب انت في المطلوب الاول لما هو طلب منك تجيب علاقه بين اليو اللي هي الافريج فيلوسيتي والماكسيمم فيلوسيتي، طلعت ان اليو بتاعتك طلعت عباره عن اليو ماكسيمم على 2. دي عشان هنحتاج ان احنا نعوض باليو ماكسيمم على 2، فاحنا كده يعتبر كان هي بالنسبه لنا كانها يو ماكسيمم على 2 والرو ثابته. وممكن بقى اخد الاريا عامل مشترك من من التو برانشز هنا، عشان دوت بالنسبه لي كده يعتبر كانه 1 على 3 يو ماكسيمم تربيع في الاريا. فانا هاخد الاريا دي والاريا دي عامل مشترك، فهيبقى عندي كده في الاخر خالص ان سميشن الفورس عباره عن الرو في الاي لليو ماكسيمم تربيع على 2 ماينس اليو ماكسيمم تربيع على 3. هنطرح الاتنين من بعض بقى هيديك رو في الاي في اليو ماكسيمم تربيع، والمفروض نص ناقص تلت تقريبا هيطلع ب6، فهيطلع كل دوت على 6. السمشن الفورس بقى بتاعتي ديت عباره عن عباره عن بريشر فورس اللي هي دلتا بي في الاريا، وعباره كمان عن فريكشن فورس. والفريكشن فورس زي ما قلنا المفروض ان هي بالماينس زي ما قلنا، عشان هي دايما بتكون في عكس اتجاه الحركه. وكمان جرافيشنال فورس. طيب هو المفروض اصلا الفلو بتاعي بيتحرك في الاتجاه اللي فوق كده، وانا المفروض عندي الاتجاه الموجب للزد هو بيكون كده، فانا عندي عكس اتجاه الحركه برضو هو مين؟ هو الجرافيشنال فورس او البادي فورس. عشان ده فانا عندي البادي فورس هي برضو عكس اتجاه الحركه بتاعتي اللي هي بتاعت الفلو. طب لو كان الفلو بتاعي نازل من فوق فهيبقى نفس اتجاه البادي فورس، فهتبقى البادي فورس في الحاله ديت بالموجب. فانا عندي هنا برضو البادي فورس هتبقى بالسالب، هيبقى عندي برضو ماينس الدبليو مثلا. فلما اجي اجيب بقى الدلتا بي لوحدها هتطلع في الاخر الدلتا بي عباره عن الفريكشن فورس زائد الدبليو مقسومه على الاريا زائد الرو في اليو ماكسيمم تربيع على 6 المفروض. تمام؟ ده كده المفروض اللي هو الحل النهائي للمعادله دي. انا عايزكم برضو تبقوا تحلوها وتراجعوا ورايا كده ان كان في حاجه عندنا غلط ولا لا في المعادله. طيب المساله دي سهله بس فيها بس تريكه صغيره كده هنعملها دلوقتي. المفروض برضو حاجه تبع الفلويد يعتبر. يعني هو بيقول دلوقتي ان احنا عندنا اير discharge من from a 2 inches diameter، يعني يعتبر عندي الدايمتر بتاع الجزء دوت 2 inches، وهيفضل الفلو بتاعي بشكل كده ستيدي ماشي بشكل 2 inches، يعني طول الاريا بتاعت الهواء ده ماشيه في نفس 2 inches. طبعا الكلام دوت يعني مش منطقي خالص او مش مطابق للواقع يعني، بس دوت المفروض ان هو ده المفروض اللي هو بيقول لك في المساله. طيب بيقول لك ان ال 2 inches diameter ديت بعد كده نوزل اللي هي النوزل اللي موجوده عندنا هنا دي طلعت الهواء بتاعتي، والهواء بتاعي دوت بدأ ان هو يخبط في كيرفد فين
اللي هي مرسومه عندنا بالشكل ده. وبعد كده بيقول ان هو زي ما هو موجود عندنا في الفيجر، تمام. بعد كده بيقول بي2 ستاجنيشن تيوب كونكتد تو ووتر يوتيوب مانومتر، فهو يعتبر عندي هنا بي2 تيوب ستاجنيشن، بي2 ستاجنيشن تيوب. واحنا طبعا الاستاجنيشن زي ما احنا عارفين بيكون عندها الفيلوسيتي بكام؟ بزيرو، تمام. والمعنى الفيزيائي بتاع اللي هو الجزء بتاع البي2 دوت، لما كان المفروض انتوا كنتوا بتثبتوا البي2 اللي هو المعادله بتاعه البي2 تيوب، كنت انت بتعتبر ان الفيلوسيتي بزيرو. ليه؟ لان انت عندك يعتبر فتحه صغيره، وانت عندك الطاقه بتاعه الهواء. يعني انا عندي الهواء ماشي بالمنظر ده كده، ومره واحده الهواء قبله بايب، البايب دي صغيره جدا، يعني انا عندي الاريا بتاعه البايب دي صغيره جدا. فايه اللي هيحصل؟ ان الطاقه بتاعه الهواء اللي هي بقى يعتبر ايه الطاقه ديت؟ يعتبر كانها بريشر فورس وكاينيتيك فورس او كاينيتيك انرجي، تمام. لو احنا بقى عايزين نمثلها في صوره طاقه، يعني في بريشر انرجي او وكاينيتيك انرجي. وفي برضو طبعا بوتنشال انرجي، بس البوتنشال انرجي هنا في نفس المستوى مع ده، فكانها مش موجوده. فايه اللي حصل؟ انا عندي بريشر انرجي موجود هنا بقيمه اسمها بي، وكاينيتيك انرجي هنا موجوده، البريشر انرجي مثلا موجوده بي على رو، وكاينيتيك انرجي موجوده في صوره في سكوير على الاثنين، تمام. فايه اللي حصل؟ ان انا حولت الطاقه دي كلها، المعنى الفيزيائي بتاعي كاني حولت الطاقه دي كلها في النقطه دي لبريشر انرجي. ليه؟ لان انا لما اخلي الهواء يمشي بسرعه معينه ويخبط في حته صغيره قوي، لحظيا الجزء الصغير اللي خبط فيه دوت السرعه بتاعتي هتبدا انها ايه؟ تقل جدا. فالسرعه لما تقل جدا بعتبر ان السرعه دي بصفر وقتها. فانا كده يعتبر كاني بعتبر ان مجموع الطاقات دي كلها كانه اتحول لبريشر انرجي، او بنسميه ستاجنيشن بريشر. وانت المفروض بقى كنت بتاخد بعد كده في البي تيوب ان البي ستاجنيشن بتساوي البي ستاتيك، اللي هي بالنسبه لنا في الحاله دي زائد الجزء بتاع الكاينيتيك انرجي بتاعنا اللي هو بالنسبه لنا الرو في الفي سكوير على الاثنين. ده كده المفروض اللي هو كان الاثبات بتاع البي تيوب يعني. فاحنا برضو هنحتاج برضو الجزئيه ديت برضو ايه في المساله. طيب انا عندي بعد كده برضو يوتيوب مانومتر، وعندي الفين المخرج بتاعها او الاوتلت بتاعها يعتبر بكام؟ ب 30 درجه. هو عايز ايه بقى في الاخر؟ هو عايز في الاخر الهوريزونتال والفيرتيكال كومبوننت اوف فورس ذات ذا اير جيت اكزرت اون ذا فين، يعني القوه في صوره فيرتيكال وهوريزونتال كومبوننت، القوه اللي بتاثر بتاعه الهواء على الايه؟ على الفيكسد فين دي. يعني عايز يجيب يعتبر الرياكشن فورس اللي موجوده عندي. انا المفروض الهواء لما يجي يخبط هنا عشان الفين دي تفضل ثابته هتعمل ايه؟ هتعمل رد فعل. رد الفعل دوت هيكون عباره عن فريكشن رياكشن. الرياكشن ده ممكن اسميه ار اكس، وهيكون برضو عندي رياكشن برضو في الواي هسميه ايه؟ ار واي، نتيجه ان انا ايه؟ خبطت بفورس معينه في الاتجاه ده. والفورس دي طبعا مش هتبقى بقى بشكل افقي، لا هي المفروض هتبقى بزاويه معينه، تمام. فهو عايز يحسب الفورس في الهوريزونتال والفورس برضو في الايه؟ في الفيرتيكال، سواء كانت لفوق او لتحت بقى. هنشوف دلوقتي هتبقى هي لفوق ولا لتحت. احنا عشان المساله ديت نحلها هنطبق برضو عادي خالص المومنتوم ايكويشن. طب انا دلوقتي لما كنا بنطبق دايما الكونزرفيشن اوف مومنتوم كنا دايما بنطبقه على كنترول فوليوم. فالكنترول فوليوم اللي انا هستخدمه هنا ايه هو؟ الهواء اللي هيبدا ان هو يخش من عند الفين هنا على طول، تمام، والهواء اللي هيخرج من عند الفين برضو على طول. فبالنسبه لي كل دوت هو كانه كنترول فوليوم. فتعالوا كده نرسمه كده لوحده في شكل كده لوحده بحيث ان هو يبان اكتر. فانا كده عندي يعتبر الكنترول فوليوم بتاع الهواء هيبقى مثلا بالمنظر ده. المفروض ان هو مايل كده بزاويه كام؟ بزاويه 30 درجه. طيب ده كده بالنسبه لنا هو الكنترول فوليوم. فالكنترول فوليوم دوت فيه كنترول سيرفيس هنا عند الانلت، وفيه كنترول اوتلت او كنترول سيرفيس برضو عند الاوتلت، اسف، بالمنظر ده كده. وانا عندي الفلو بتاعي هيخش في الاتجاه ده، فهيكون عندي هنا الان فيكتور كده، والفي بتاعي هيمشي في الاتجاه دوت بشكل افقي. طب هنا الفي هيطلع بالمنظر ده بالزاويه دي، والان برضه هتطلع برضه بالايه؟ بالزاويه دي. فده كده هو الفي 2 والان. في المساله هو عايز فيرتيكال وعايز هوريزونتال، فانا ممكن اقسم السرعه بتاعتي لجزء هوريزونتال بالمنظر ده، وجزء فيرتيكال هيبقى بالمنظر ده كده. الجزء الفيرتيكال ده ممكن اسميه V2Y اللي هو في اتجاه الواي، وده ممكن اسميه V2 اكس. انا عندي المفروض اللي هو الكوردينيتس بتاعتي او الاحداثيات بتاعتي المفروض انت بتبقى بالنسبه لك الاكس في الاتجاه ده، والواي بالنسبه لك في الاتجاه ده. طيب انا عندي هنا الفي واحد لما اجي احللها مفيش اصلا غير ايه؟ غير هي الفي 1 اكس اللي هي اصلا في اتجاه الهوريزونتال. فانا كده يعتبر قسمت السرعه بتاعتي اللي موجوده عندي بتخش وبتطلع في صوره اكس وفي صوره واي، بحيث ان اجيب هوريزونتال واجيب فيرتيكال.
فانا اول حاجه هقول له ان انا هابلاي برده المومنتم على طول ايكويشن بقى، ممكن اقول له المومنتم ايكويشن او اللو اوف كونزرفيشن اوف مومنتم لو انت عايز تكتبها كده، هنطبقها في الجزء اللي هو الهوريزونتال. يبقى انا كده كاني بقول سمشن الفورس هتساوي بالنسبه لنا النوزل دايما ديفايس، ومن خصائص الديفايس دايما في الفلويد احنا كنا بنعتبر ان اي ديفايس في الفلويد بيكون عندي الفلو فيه بيكون ستيدي. عندك دايما في الشابتر كده دوت قال لك نوزل، قال لك كومبريسور، قال لك بامب، كل دوت بالنسبه لك هو يعتبر كانه ستيدي فلو اللي بيمشي فيه. تمام، فانا كده عندي يعتبر اول برانش بتاع الكنترول فوليوم بصفر، مش هكتبه بقى خلاص احنا عرفناه. والبرانش الثاني بتاع الكنترول سيرفيس هيبقى رو في الفي في الفي دوت الان في الدي اي. طيب الفكره هنا بقى ان الفيلوسيتي بتاعتي هتكون هي مين؟ الفي اكس بس واحد، وهتكون بقى ايه؟ الفي 2 اكس. طيب لما اجي احسب الجزء دوت هيبقى عندي هنا الرو في الفي 2، وهنا عندي الجزء بتاع الكومبوننت اللي موجوده عندنا هنا الفي 2 اكس، وبعد كده هقول له ماينس الرو في الفي 1 في الفي 1 اكس، وكل ده بالنسبه لنا في الاريا. والناس تاخد بالها ان ديت بالنسبه لي هي الفي 2 عادي، ودي بالنسبه لنا هي الفي 1 عادي. طيب الفي 1 ديت بالنسبه لي في الحاله ديت عباره عن ايه؟ عباره عن في 1 اكس، والفي 2 ديت في الحاله ديت عندنا عباره عن كام؟ عباره عن سالب، عشان ديت في عكس الاتجاه اللي انا فارضه اللي هو الايه؟ الاكس دوت. هيبقى بالنسبه لي سالب الفي 2 اكس في كام بقى؟ في الزاويه اللي موجوده عندي في كوزين الزاويه دي. طيب انا بالنسبه لي بص كده على الخط ده، فالزاويه ديت بتساوي الزاويه ديت اللي ايه؟ الاثنين قصاد بعض كده، فالاثنين بيساووا بعض، فديت بالنسبه لنا 30، فكانها ماينس الفي 2 اكس في ايه؟ في كوزين 30 درجه. يبقى انا كده ممكن اقول ان الاف اكس او سمشن الاف اكس بقى اللي هي كانها عباره عن ايه؟ عباره عن الرياكشن بتاعي اللي هو الار اكس ده. طب الرياكشن دوت في العكس الاتجاه، فهيبقى كانه بالماينس، فانا ممكن اقول له يبقى ماينس الار اكس اللي هو بالنسبه لي كانه سمشن الفورس هنا، عباره عن الرو في الفي 2 اكس تربيع في كوزين الزاويه اللي هي 30. تمام، وده بالايه؟ بالماينس، ممكن ناخد الماينس ده عامل مشترك، زائد الرو في الفي 1 تربيع، وهنا بقى هتبقى رو 1 وهنا ايه؟ رو 2 زي ما احنا عارفين، في الفي 1 اكس تربيع عشان هما الاثنين اصلا واحد، وكل ده مضروب في مين؟ في الاريا. طيب انا عندي هنا الاريا ثابته، عشان كده انا يعتبر ايه؟ كملت على طول. انا نسيت بس اقول الجزئيه دي ليه؟ لان الاريا بتاعتي ثابته طول السكشن دوت، فانا كملت على طول الجزء دوت. الاريا معايا الرو 1 والرو 2 نقدر ان احنا نجيبهم. طيب بما ان الفلو بتاعي ستيدي، فاقدر ان انا اجيبهم على طول من الايه؟ من ان الرو بتاعتي اللي هو المخرج هنا هيكون بكام؟ ب1.2 عادي. تمام، هو قال لي نهمل هنا اي فريكشن واي ويت، فكده سميشن الفورس كلها هتساوي الايه؟ الجزء ده. طب هنا برضو النوزل بتاعتي انا هعمل ايه؟ هعمل يعتبر اختبار لحاجه صغيره كده. انا عارف ان الرول اللي هتبقى طالعه من الاير هي بالنسبه لنا 1.2، بس انا هعمل اختبار لايه؟ هحسب الفي 1 اللي هي موجوده عندي تحت ديت. لو هي كانت بالنسبه لنا السرعه بتاعتي قليله، فانا بالنسبه لي هعتبر ان الفلو بتاعي انكمبريسبل فلو. ليه؟ عشان اقول ان الرو بتاعتي هتبقى كام؟ هتبقى ثابته. خلينا كده نحسب بقى الجزء بتاعنا اللي هو الفي 1. كل الفكره في المساله دلوقتي ان انا عايز احسب الفي 1. طيب الفي 1 ديت احنا اعتبرنا ان احنا عندنا سيكشن في المنطقه دي، وانا عندي الاوتلت بتاعي هو السيكشن دوت، فانا هعتبر ان المنطقه دي اسمها 1 ودي بس اسمها 2، وانا المفروض عندي داتا خاصه بالايه؟ بالجزء بتاع اليوتيوب مانومتر ده. فانا ممكن اعتبر ان انا عندي كمان نقطه عند الانلت بتاع مين؟ بتاع البيتو تيوب، واسميه مثلا 0. فانا عايز اجيب علاقه بين الزيرو والواحد، فخلينا كده نقطع الرسمه كده ونكبرها على الجزء اللي احنا عايزينه ده بين 0 و1 بس. مدينا المسافه او الارتفاع دوت مديهولنا ب20 سم، ومدينا ان الفلويد اللي موجود هنا ووتر، وان الناحيه التانيه مفتوحه. طيب احنا في اليوتيوب مانومتر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول دايما ان احنا مثلا عندنا، لو خدت انا هنا قطعت سيكشن من هنا كده وسميت السيكشن ده اسمه ايه ودوت سميته بي، فاحنا كنا بنقول دايما ان البريشر عند ايه هو بالظبط البريشر عند بي. خلينا نحسب كده البريشر عند بي لوحدها. فالبريشر عند بي يعتبر هو مين؟ يعتبر هو البي اتموسفيريك لان هو مفتوح، بلس ارتفاع الميه اللي موجود هنا دوت اللي هو الرو ووتر في الجي في الاتش بتاعتي اللي هي ب20 سم. طبعا الرو ووتر ب1000، فطبعا ده بالنسبه لي كده ايه؟ هنقدر ان احنا نطلعه عادي، بس خلينا كاتبينه دلوقتي بالمنظر ده. طيب هو البي عند البريشر عند نقطه بي دوت ايه علاقته بالبريشر عند نقطه الزيرو؟ البريشر عند الزيرو او البريشر اسف عند البي هيساوي البريشر عند الزيرو بلس ايه؟
بلس برضو ارتفاع عمود الميه، ارتفاع بقى عمود الهواء اللي موجود هنا، لان الفلو بتاعي اللي ماشي هنا هو اير، وانا هحمل بس المنطقه الصغيره ديت لان هي مفيش داتا بالنسبه لي فيها، فانا هعتبر ان هو كانه الرو اير في الجي في الاتش. انت ممكن تحسبها وممكن تعتبرها ان دي مقارنه بالقيمه دي هتبقى صغيره فممكن تهملها، واحنا كنا بنهملها حتى في الفلوت. فانت لو عايز تعتبرها اعتبرها، وهتحسب عادي النقطه الجزئيه ديت، ومن هنا هتحسب ايه البي عند الزيرو. فخلاصه الكلام كده ان انا يعتبر قلت ان البي عند زيرو تقريبا بتساوي البي عند نقطه البي، او ممكن نحسبها من المعادله دي عادي زي ما انت عايز بقى، مش هتفرق يعني، انت عملتها في الامتحان باي طريقه مش هتفرق. والبي عند البي بالنسبه لنا مين؟ بالنسبه لنا هي بي اتموسفيريك زائد الرو ووتر في الجي في الاتش. طيب احنا كده يعتبر حسبنا اللي هو البي عند الزيرو، وعندنا هنا البي عند 1 اللي هو بالنسبه لي هيبقى ايه بقى؟ البي عند نقطه ال1 ديت اصلا بالنسبه لي ايه؟ في الاتموسفيريك. انا بالنسبه لي بره الهواء بتاعي طلع بره خلاص في الضغط الجوي، فالضغط بتاع الهواء المفروض الضغط هنا بعد النزل، يعني المفروض هنا انا عندي النزل هنا مثلا بالمنظر ده، فالضغط بتاعي هيكون كبير، فتقريبا هيبقى الضغط الجوي زائد الايه، زائد الارتفاع اللي الضغط عمله في الايه في اليوتيوب مانومتر ده. طب بعد فتره هيكون الضغط بتاعه هيبدا يقل لحد ما يستقر ويبدا ان هو ايه يساوي الضغط الجوي، فالبي 1 كانها بالظبط البي اتموسفيريك. ودوت السبب اللي انا خلاني كتبت البي 0 بالمنظر ده، عشان البي اتموسفيريك هتروح مع الايه مع البي اتموسفيريك اللي هنا. انا عندي دوت عندي 0 وده عندي 1، فانا بالنسبه لنا هنعتبر ان الفلو بتاعي هو بالنسبه لي انكمبريسبل فلو، او اسف ان الانكمبريسبل فلو. فانا هحسب الايه بين صفر بقى وواحد، هحسب البرنولي ايكويشن. طيب انت برضه مش شرط تحسب البرنولي ايكويشن، ممكن تعمل ايه؟ ممكن تقول له ان انت هتحسب اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي، وتبدا ان انت تبسط الايه المعادله بتاعه اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي بالتبسيط اللي احنا عملناه في اول السكشن خالص لحد ما نوصل لمين؟ لبرنولي ايكويشن. او ممكن تقول له الافتراض اللي انت هتفترضه ان انت هتعتبر ان الفلو بتاعك انكمبريسبل. ده افتراض، خلي بالك ان انت اعتبرت ان الفلو بتاعك انكمبريسبل، بلس كمان ان الفلو بتاعك اصلا ستيدي وهو قال لك ان الفلو ستيدي، فديت اصلا ايه احنا واثقين فيها. الفكره بس ان انا افترضت ان الفلو انكمبريسبل عشان انا عايز اطبق برنولي ايكويشن، وطبعا مفيش اي هيت انرجي ومفيش اي ايه اي شغل عندنا. فهنا هيبقى كان البي 0 على الرو بلس الفي سكوير على الاثنين زائد الجي في الزد هتساوي بي 1 على الرو زائد الفي 1 سكوير على الاثنين زائد الجي زد 1 ودي جي زد 0. طيب الاثنين في نفس المستوى، فبالتالي الجي زد هتروح مع الجي زد دي، وهيتبقى عندي كده الجزء دوت والجزء ده. طيب انا دلوقتي افترضت ان الفلو بتاعي ايه انكمبريسبل، فانا هاخد الجزء ده كده البرانش ده والبرانش دوت هوديهم الناحيه الثانيه، هودي ده الناحيه الثانيه. طيب الفي 0 دوت اصلا اللي هي كانت عند مين؟ عند المدخل بتاع البي 2 تيوب، واحنا قلنا دوت بالنسبه لنا ستاجنيشن بوينت، يعني الفي 0 هيطلع بكام؟ بصفر. فانا او الفي او بالنسبه لي هو بصفر، فانا كده خلاص البرانش بالنسبه لي دوت بكام؟ بزيرو، عشان دوت بالنسبه لنا الانلت بتاع البي 2 تيوب. فانا كده اقدر اقول ان الفي 1 سكوير على الاثنين هتساوي البي 0 ماينس البي 1 على الرو. طيب البي 0 ديت اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن بي اتموسفيريك في الرو ووتر في الجي في الارتفاع بتاع عمود الميه، تمام؟ وهنا ديت المفروض زائد، وكل دوت مطروح من مين؟ مطروح من البي 1. طيب البي 1 دوت اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن البي اتموسفيريك، وكل ده مقسوم على الرو، فالبي اتموسفيريك هتروح مع البي اتموسفيريك هيتبقى لنا الرو ووتر في الجي في الاتش. طيب الرو اللي تحت دي بتاعت مين؟ بتاعت الهواء، فانت ممكن بس تكتب بس ان ديت الايه الكثافه بتاعت الهواء نفسها. في الاخر خالص انا كده اقدر اقول ان الفي 1 هناخد الجذر التربيعي ونودي الاثنين فوق، هتبقى 2 في رو ووتر في الجي في الاتش على رو الاير. ده كده المفروض المعادله بتاعت السرعه عند سيكشن 1، وانا كده جبت الفي 1. بعد ما تجيب الفي 1 هتلاقي ان الفي 1 السرعه بتاعتها قليله، فالسرعه بتاعتها لما تلاقيها قليله كده فانت هتقول له فعلا يبقى الفلو بتاعي هو انكمبريسبل فلو. انت المفروض هتعرف منين ان الفلو بتاعك انكمبريسبل فلو؟ هتحسب المفروض بعد كده حاجه اسمها ماخ نمبر، وماخ نمبر دوت هتلاقيه اصغر من 3 من 10، بس انا مش عايز اقول لك ماخ نمبر دوت بيساوي ايه دلوقتي، انا بس ايه الفيلوسيتي بتاعتك هتبقى قليله، ولما تيجي تحسب ماخ نمبر بالنسبه لك هتبقى بالنسبه لك اقل من 3 من 10، فبالتالي هتقول له يبقى الافتراض اللي انت افترضته دوت فعلا ان الفلو بتاعي انكمبريسبل فلو. انا كده جبت الفي 1 في المعادله اللي هي كانت بتاعه الفورس اللي فوق خالص دي. الفي 1 طبعا هي بالظبط الفي 1 اكس، فاضل ان انا اجيب الفي 2.
عشان اجيب الفي 2 هطبق كونتينيوتي ايكويشن. فانا من كونتينيوتي ايكويشن الفلو بتاعي ستيدي انكمبريسبل، فالرو ثابته والفلو بتاعي ستيدي، فانا في الاخر خالص هلاقي ان الرو واحد الاي واحد بقى في الفي واحد هتساوي ايه؟ الاي 2 في الفي 2 بالجيفن اللي موجود عندي. الاريا بتاعتي فضلت ثابته زي ما هي، يعني الاريا عند الانلت هي الاريا عند الاوتلت، فانا في الاخر خالص استنتجت ان الفي واحد بتساوي الفي 2. فالفي واحد اللي انا طلعتها هي بالظبط مين؟ الفي 2. فلما اجي احسب كده المعادله بتاعتي هقول له بقى في الاخر الار اكس، وكان في سالب هنا هشيله مع السالب اللي في المعادله الثانيه، عباره عن الرو في الاريا في 1 زائد كوزاين 30 لمين بقى؟ للسرعه بتاعتي. انا هعتبر ان في 1 بتساوي في 2 بتساوي في، فديت كلها مضروبه في الفي سكوير، على اساس ان انا بالنسبه لي دي كانها في سكوير وديت في سكوير، فكأن انا هاخدها عامل مشترك هيتبقى لي كوزاين 30 وهنا هيتبقى لي 1. فانا كده يعتبر خلاص طلعت الايه؟ الرياكشن بتاعي عند الاكس او الهوريزونتال كومبوننت اللي بتاعه الفورس. فاضل بقى ان انا اطلع الفيرتيكال كومبوننت. فالفيرتيكال كومبوننت بالنسبه لنا لو جينا بصينا على المعادله فوق هنا هلاقي ان هو ايه؟ هلاقي ان هو بالنسبه لي في الاتجاه اللي هو السالب، فكده كأن الار واي هتساوي، احنا بقى ما عندناش انلت هنا في الجزء بتاع اللي هو الفيرتيكال كومبوننت، كل اللي انا عندي بس ايه في الاوتلت الجزء بتاع اللي هو الفيرتيكال كومبوننت، فانا عندي ماينس الار واي، نفس الفكره برضو بتاعت الار اكس. الماينس بتاعي هيبقى بالنسبه لنا الرو في الفي في الدي اي او الاريا بقى على طول. طيب الفي بتاعتنا ديت في الحاله ديت هتبقى عباره عن كام؟ انا المفروض بجيب الفيرتيكال كومبوننت، يعني انا بجيب الفي 2 ايه واي. طيب الفي 2 واي ديت عباره عن ايه؟ الزاويه هنا ب 60 درجه، فانا اقول له ممكن اقول له في 2 في كوزاين 60، او ممكن اقول له في 2 على طول في كام؟ في ساين 30، فمش هتفرق، اكتبها زي ما انت عايز. فانا عندي هنا الرو في الفي 2 واي دي في الاريا هتساوي، طبعا ديت المفروض هتبقى تربيع بعد ما اضرب الايه؟ الجزء بتاعنا، فهتبقى بالنسبه لنا رو، يعني خلينا نفكها او الاول عشان موضوع التربيع ده بيلخبط شويه. هي المفروض هتبقى تكامل كنترول سيرفيس للرو، هنا الفي بتاعتي في الفي 2 واي مضروبه في الاريا او الدي اي بقى بعد ما اعمل التكامل. فلما اجي اعمل التكامل هتبقى الرو في الفي 2 واي في الاريا، والفي 2 واي دي عباره عن الفي 2 اللي هي بالنسبه لنا دي في ساين 30. عشان لو انت كنت كتبتها على طول رو في سكوير في الاريا كنت هتعمل ايه؟ كنت هتربع الساين، يعني كنت هتقول له ساين تربيع 30، وده بالنسبه لك غلط، فالناس تاخد بالها من الجزئيه دي، تمام؟ فهيبقى بالنسبه لنا ماينس ار واي هتساوي الرو في الفي 2 في ساين 30، وديت في 2 سكوير بقى عشان هتضرب مع دي في ساين 30 بس من غير السكوير في الاريا. انت لو خدت بالك الفي 2 واي ديت المفروض ان هي في الاتجاه الايه؟ الاتجاه السالب للواي. انا عندي الواي لفوق والفي 2 لتحت، فبالتالي هكتب برضو انها ايه؟ في الاتجاه السالب بتاعها، فهتبقى بالنسبه لنا سالب، فهيبقى الجزء ده سالب، فالسالب برضو هيروح مع السالب، فهنجيب برضو الرياكشن، هيبقى الار واي بالنسبه لنا هو عباره عن الرو في الاريا في الفي 2 سكوير في الساين 30، والفي 2 طبعا اللي انا ممكن اكتبها بس الفي بس على اساس ان في 1 هي بالظبط ايه؟ في 2. يعني اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا المساله دي، يعني المساله رخمتها بس في الجزء اللي هو بتاع البيتو تيوب واليوتيوب مانيمتر، يعني على ما اظن، يعني غير كده الموضوع سهل اظن. في حد عنده سؤال يا شباب في المساله دي؟ رقم 15 زي رقم 17 في اخر مساله، ورقم 16 كده كده هديها لكم اساينمنت لان هي مساله سهله، يعني هتلاقوا اسهل مساله، بس المساله ديت بيطبق فيها الثلاث معادلات كونتينيوتي. يعني المطلوب الاول هتطبق فيها كونتينيوتي، المطلوب الثاني هتطبق فيها مومنتم، المطلوب الثالث هتطبق فيها فيرست لو اوف ثيرموداينامكس او الانرجي ايكويشن. فهو يعتبر مساله بتعوض في الثلاث معادلات، بس المساله سهله ما فيهاش حاجه يعني. هنحل بس المساله رقم 17 يبقى احنا كده خلصنا الشيت خلاص. مساله رقم 17 نفس الفكره بتاعت 15 ونفس فكره 7 قريبه منها، عشان برضو لو انتوا بتحلوا كده. طيب انا عندي هنا هواء، الهواء دوت موجود عندي في الاتموسفير من النوزل، وبيطلع من النوزل وبيخبط في فيرتيكال بليت موجود عندي اللي هو موجود باللون الاسود ده، وفي هوريزونتال فورس عباره عن 12 نيوتن. ادي الهوريزونتال فورس اللي قيمتها ب 12 نيوتن، وقال لي ان ديت الفورس ديت موجود، يعني لازم تكون موجوده عشان تخلي البليت بتاعي في مكانه. ليه؟ لان المفروض الهواء بتاعي طالع من النوزل بسرعه معينه، فهيخبط في مين؟ هيخبط هنا في البليت ده، فهيخبط هيأثر عليه بفورس معينه، فالفورس ديت لازم تعمل بالانس مع الفورس الثانيه اللي انا بأثر بيها على البليت من الناحيه الثانيه او الرياكشن الثاني. فاكيد الفورس اللي انا بأثر بيها بالهواء دي
هتساوي كام؟ هتساوي 12 نيوتن. فانا كده خلاص عرفت ان الفورس بتاعت الهواء بتاعتي هي عباره عن كام؟ 12 نيوتن. دي اول حاجه يعتبر احنا ايه عرفناها في الجزئيه دي. هو بعد كده بيقول لي بقى في الاخر اسيوم ان الفلو بتاعي انكمبرسبل وفريكشنلس. فانا كده بالنسبه لي فلو انكمبرسبل يعني رو كونستانت، فريكشنلس يعني مفيش اي فريكشن فورسز موجوده، فهي الفورس بتاعت الهواء كلها موجوده، مفيش اي فريكشن فورس موجوده عندي. طيب انا بعد ما الهواء بتاعي بيخبط، الهواء لما يجي يخبط هنا في النقطه بتاعت البليت دي بشكل لحظي هتكون السرعه هنا بكام؟ بزيرو، تمام، شكل لحظي. وبعد ما تكون بزيرو هتبدا انها تتحرك على الطول بتاع البليت بالمنظر ده زي ما هو رسمه لك هنا. فالسترايك الاولاني او اول خبطه زي ما بنقول كده في البليت بشكل لحظي السرعه فيها هتكون بكام؟ بصفر. هو بقى مديك هنا الاريا في النقطه اللي هو في الجزء اللي هو المخرج بتاع النوزل، ومديك الاريا بتاعه الجزء الثاني من النوزل. فانا ممكن اسمي اعملها كده كذا برانش او كذا سيكشن، عشان الكذا سيكشن دوت هيفرق معانا دلوقتي. فانا هعتبر ان انا عندي سيكشن هنا كده، وهعتبر ان انا عندي سيكشن هنا، والسيكشن الاخير بتاعي هو على البليت نفسه بالمنظر ده كده. وهسمي السيكشنز ديت بالنسبه لنا 1 و2 و3. سيكشن 3 دوت انا عرفت خلاص ان الفي 3 كده بكام؟ بزيرو، عشان السرعه عندي لما تيجي تخبط هنا في البليت هتكون بكام؟ بصفر. والسيكشن 2 هو معلوم فيه الاي 2، والسيكشن 1 هو معلوم فيه الاي 1. طيب بالنسبه للكثافه بتاعه الهواء، الرو بتاعه الاير هي ثابته كونستانت، يعني رو 1 بتساوي رو 2 بتساوي رو 3، وهتساوي كام؟ 1.2 كيلو جرام لكل متر مكعب زي ما احنا عارفينها. تمام. هو طبعا مش مديك الكثافه بتاعه الهواء فانت عارفها ب 1.2 زي بالظبط الكثافه بتاعه الميه كده، برضو لازم تكون عارفها ب 1000 متر في 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. يبقى انا كده الداتا اللي معايا الاي 2 والاي 1، معايا الكثافه بتاعه الثلاثه سيكشنز، معايا السرعه بتاعه السيكشن الاخير. هو عايز ايه؟ هو عايز يحسب الريدنج اون ذا بريشر جيج، يعني عايز يجيب البي جيج اللي موجوده هنا، يعني من الاخر عايز يجيب البريشر اللي موجوده عند سيكشن كام؟ واحد، اللي انا افترضت. بس بريشر واحد دي عايز يجيبها في صوره جيج. بالمره كده واحنا قبل ما نخش في اي حاجه في المساله، انت بالنسبه لك عند السيكشن 2 وسيكشن 3 البريشر بالنسبه لك هو ايه؟ هو ضغط جوي. فهنا عندك بي اتموسفير. طب البي اتموسفير في صوره الجيج بكام؟ بزيرو. فانت عندك هنا البي 2 كجيج ممكن اعتبرها انها بكام؟ بصفر. والبي 3 برضو كجيج ممكن اعتبر انها بكام؟ بصفر. يبقى انا دلوقتي لما احسب الفورس بتاعتي هي يعتبر اصلا جيفن، فانا ممكن اقول له على طول سمشن الفورس اصلا اللي انا المفروض عارفها اللي هي اصلا جيفن بالنسبه لي ب 12 نيوتن هتساوي الكثافه بالنسبه لي ثابته، فانا ممكن اطلع الرو بره التكامل، والاريا بتاعتي من 2 لحد 3 كام؟ يعتبر ثابت. لو خدت بالك كده من سيكشن 2 لسيكشن 3 الاريا ثابت، فلما اجي اكمل هقدر ان انا اكملها على طول، فهيبقى كأن بالظبط عندي V3 سكوير ماينس ال V2 سكوير في الاريا. سمشن الفورس ديت المفروض ان هي هتساوي ايه؟ هتساوي الرياكشن دوت بس بالسالب. ليه؟ لان هي عكس اتجاه الرياكشن. انت عندك الفلو بتاعي ماشي كده او الفورس بتاعتي في الاتجاه ده، والرياكشن بتاعك بالماينس بالمنظر ده، والرياكشن بكام؟ ب 12. فانت ممكن تقول ان ده عباره عن ماينس الرياكشن بتاع الاكس، وانت عارف ان الرياكشن بتاع الاكس ده عباره عن كام؟ عباره عن ماينس 12. فانت هتقول له في الاخر ماينس 12 هتساوي الرو في الاريا والفي 3 بصفر في الفي 2 سكوير. فمن هنا اقدر اقول له ان الفي 2 طبعا ده هيطلع بالايه؟ بالسالب طبعا، اللي هي الجزء ده. السالب هيروح مع السالب، فهيتبقى ان الفي 2 عباره عن جذر 12 على الرو اللي هي ب1.2 في الاريا بتاعتنا اللي هي ب3/1000 متر مربع. تحسب طبعا الايه؟ الفيلوسيتي، يبقى انت كده حسبت الفي 2. طيب نحسب بقى من سيكشن 1 لسيكشن 2. في سيكشن 1 وسيكشن 2 هنا انا عندي الفلو انكمبريسبل، انا عندي ديت بالنسبه لي نوزل، فالفلو بتاعي هعتبره ستيدي. فادام الفلو بتاعي ستيدي ونوزل ومفيش هيت ترانسفير ومفيش اي شغل بعمله على الفلو بتاعي، يبقى انا كده اقدر اقول ان الانرجي ايكويشن بتاعتي هي عباره عن برنولي ايكويشن. فانا على طول هطبق برنولي ايكويشن عشان الافتراضات اللي انا قلتها دي، ان انا ما عنديش، يعني انا ممكن اقول له كده ان انا هطبق برنولي ايكويشن، وتيجي كده في جنبها تقول له ان انا عندي ان الفلو بتاعي انكمبريسبل. يعني يفضل ان انت تعمل كده عشان بس تبين للي بيصحح ان انت فاهم انت عملت كده ليه، وتقول له كمان ان هو ستيدي عشان دي بالنسبه لنا نوزل، وهتقول له كمان ان مفيش هيت ترانسفير، وممكن تقول له ده بالنت ايكوال ايه؟ زيرو. ده كده بالنسبه لي او نو ورك بالنسبه لنا. فهنطبق برنولي ايكويشن عند التو سيكشن ان احنا عندنا بي 1 على الرو زائد الفي 1 سكوير على الاثنين زائد الجي في الزد 1 بتساوي البي 2 على الرو زائد الفي 2 سكوير على الاثنين زائد الجي
في Z2. طبعا الاتنين في نفس المستوى، فالجزء ده كله هيبقى بصفر. ال V2 على V2 سكوير على الاتنين ديت انا لسه جايبها، واحنا قلنا ان ال P2 هي بالنسبه لنا ضغط الجوي والجيج بتاعه بكام؟ بزيرو، فاحنا قلنا ان ال P2 هتبقى بصفر، وال P1 كجيج هو عايز يحسبها اصلا، فانا بالنسبه لنا ده بصفر، وده بالنسبه لي خلاص عرفته، ودوت بالنسبه لنا اصلا انا عايز احسبه، وفاضل بس ان انا ايه اعرف ده. طيب ال V1 ديت هعرفها ازاي؟ قبل ما اطبق برنولي ايكويشن هقول له هطبق الكونتينيوتي ايكويشن. طب الكونتينيوتي ايكويشن عباره عن رو واحد A1 V1 هتساوي الرو 2 A2 V2. طب انا عملتها في الشكل ده ليه؟ عشان بالنسبه لي الفلو بتاعي ستيدي. فبعد ما انت تختصر المعادله برضو اللي احنا قلناها في الاول على الابروتش ان الفلو ستيدي، هيطلع لك بالمنظر ده. طب هو كمان الفلو اصلا انكمبرسبل، فالرو بتاعتي اصلا هتروح مع الرو، هيتبقى لنا A1 V1 بتساوي A2 V2. طيب انت حسبت ال V2 وجيفن اصلا معاك ال A1 وال A2، فكده هيبقى ال V1 عباره عن A2 على A1 في ال V2. هتقدر نطلع من هنا ال V1 وتعوض بيها بعد كده في المعادله دي، هيطلع عندك في الاخر خالص ان ال P1 هتساوي V2 سكوير ماينس ال V1 سكوير على الاتنين، وكل ده بالنسبه لنا مضروب في الرو. ده كده القانون اللي هو المفروض يبقى الايه البريشر اللي هيطلع في الاخر. يعني احنا كده خلصنا الحمد لله الشيت ده. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا السكشن.